تعتبر حالة أن يكون الرجل حاملا لجنين من الأشياء المستحيلة، إلا أنه وفي العصر الحديث ظهرت حالات لرجال حملوا في أطفال وأنجبوا، واختلفت الأسباب التي أدت لذلك الحمل، وما زال الأمر من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يعجز البعض عن تفسيرها وينكرها البعض. تقول قناة KNXV الأمريكية إن توماس بيتي البالغ من العمر 38 عاما والذي يعيش مع زوجته نانسي في ولاية أريزونا الأمريكية ولد في الأصل امرأة، وعندما بلغ 20 من العمر ظل يحقن نفسه بهرمون الذكورة التستوستيرون حتى ينبت شعر لحيته ويغلظ صوته ويتحول لذكر كامل. وفي عام 2002 أزال توماس الثدي والأعضاء الأنثوية الظاهرة واحتفظ بالمهبل والرحم، وبعد أن اكتشف أن زوجته عاجزة عن الإنجاب أعاد تنشيط رحمه وأنجب أطفاله لاحقا، وفي سن 38 سنة أنجب طفلة سماها سوزان في 29 من يونيو لعام 2008، ثم حبل للمرة الثانية وأنجب صبيا سماه أوستن في 9 من يونيو لعام 2009، ثم قام توماس بإنجاب طفله الثالث وهو صبي سماه جينيسن في 25 من يوليو لعام 2010. وفي عام 2010 اعترفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأن توماس بيتي هو أول رجل متزوج ينجب في العالم، وأطلق على بيتي اسم الرجل الحامل. الحالة الثانية توماس وزوجه سكوت مور 30 عاما كان إناثا وخضع كلاهما لعملية جراحية لتحويل جنسهما إلى ذكور، وسكوت متزوج قانونيا بتوماس ولديه ولدين في 10 و12 سنة من زواجه السابق، وأنجب سكوت طفله في مايو لعام 2010. الحالة الثالثة نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية خبرا مفاده أن رجلا متحولا جنسيا أنجب طفلة في الفترة التي كان يخضع فيها للعلاج، وبحسب الصحيفة البريطانية فقد أكد الشاب هنري ستين البالغ من العمر 19 عاما بأنه لم يكن يخطط للحمل مطلقا من صديقه ليو بيترسون، لكنهما قرر الاحتفاظ بالطفل وإنجابه من خلال عملية قيصرية. وذكر المتحول جنسيا أنه فضل قضاء فترة الحمل بملابس فضفاضة استعارها من صديقه، وأشار هنري ستين إلى أنه يعتزم بعد خروج طفلته من عمر الرضاعة استكمال علاجه الهرموني والخضوع لعملية جراحية ليكمل تحويل جنسه إلى رجل. الحالة الرابعة تمكن أول زوجين متحولين جنسيا ديان وفرناندو من الإنجاب من بعضهما البعض، حيث ولد الزوج في الأصل أنثى وكانت زوجته لسنوات رجل، وأجرى كلاهما جراحة تحويل جنسي ليصبح الوضع معكوسا، وتزوج بعضهما البعض في 2013 ليكون بذلك أول زوجين متحولين جنسيا في أمريكا الجنوبية. ويكرر الزوجان في كل لقاء صحفي لهما: نحن أسرة كأي أسرة أخرى، ولكن ربما لا نحظى بالحقوق نفسها فقط. Did the lab come back yet? A false sense of security that the pain would be taken away. Baby's coming. He's saying, hey, don't want to come out. Oh. And here's the moment we've been waiting for. Jensen James Beatty. He weighed 8 pounds 9 ounces, just 1 ounce more than his older brother Austin at birth, but exactly the same length at 22 inches. We've got a couple of big boys and a girl on our hands. Daddy got. Oh. Sweet, sweet baby boy. Boy. Oh, because I thought I wasn't great help. I'm lying. Oh. So, I mean, you want to tell the truth? لايك هو أقوى دعم يمكنك تقديمه لنا، لا تبخل علينا به. كلها جرائم ثبتت في حق سفاح الخادمات بالخرج في المملكة العربية السعودية. تضاربت الأنباء عن جنسية هذا المجرم، هل هو سعودي أم يمني وافد كان يمشي بأوراق مزورة، لكن الثابت أنه قام بعدة جرائم روعت المنطقة. كان سفاح الخرج يستهدف الخادمات ويغريهن